صراحة أنا اتفرجت على الفيلم ده وأنا مستعد للملل. ريميك جديد، يلا أكيد هيبقى فيلم بايخ وإعادة للقديم، ولكنه قال لي مش كل الريميكات زي بعض. ذا نيكد جان 2025 ده ضحكني من أول مشهد. الفيلم هو ريميك للفيلم الكوميدي الكلاسيكي من الثمانينات وبنفس الاسم، بس مش نيكد جان، ده ذا نيكد جان. لو قلت لي من سنه ان ليام نيسون هيبقى بطل فيلم كوميدي زي ذا نيكد جان، انا بصراحه كنت هضحك. مش معاك عليك، بس يا اخي نيسون فاهم هو بيعمل ايه. بيقدم دور فرانك درين ابن الشخصيه الاصليه اللي في السلسله باسلوبه الجامد الجاف، وده اللي عمل التوازن. البرود بتاعه هو اللي خلى الهزار يشتغل. فاكرين ظهوره في فيلم تاتو؟ الجديه اللي كان بيقول فيها كلام سخيف، اهي نفس التركيبه هنا وناجحه جدا. أكا شافر المخرج فاهم يعني ايه يمسك فيلم كوميدي تقليدي ويضخ فيه طاقه جديده. حافظ على روح الافلام القديمه بس قدر يركبها على مودرن ايقاع. كل عنصر من توقيت الكوميديا لتفاصيل الاخراج معمول بحساب، مفيش استعجال ومفيش تهريج زياده عن اللزوم. السكريبت قنبله نكت، كل جمله تقريبا يا اما نكته يا اما رد على نكته يا اما تمهيد لنكته. ساعات الموضوع بيبقى مرهق بس النكت مستمره وما بتوقفش. في تدرج في نوع النكت، من التلاعب بالالفاظ لنكت سخيفه لنكت بذيئه، ماكينه نكت شغاله. مفيش مبالغه في التصوير، وده كان لمصلحه الفيلم. الكاميرا هنا مش بتستعرض، هي بتخدم على الكوميديا. اللقطات متركبه بحيث تخلي التوقيت الكوميدي يشتغل، وكل زاويه بتزود على المشهد بدل ما تبقى مجرد شكل. الفيلم مش بيحاول يكون نسخه من زمان ولا بيحاول يضحك جيل جديد، هو بيضحك كده كده للقديم وللجديد. مش كل النكت بتوصل بس في كتير هيضحكك، والاجمل ان الفيلم مدته اقل من ساعه ونص. قاع سريع، مفيش مط، مفيش ملل، والضحك مستمر. سقراط بيقول لك ذا نيكد جان 2025 يستاهل انك تشوفه. مين كان يتوقع اننا في 2025 هنضحك بالشكل ده من فيلم ريميك لفيلم ثمانينات؟ انا عن نفسي ما كنتش اتوقع، بس الفيلم كسر كل توقعات. قولوا لي بقى في الكومنتات، شفتوا الفيلم؟ طب ضحكتوا عليه ولا شايفين الكوميديا دي راحت عليها خلاص؟ انا سقراط ودي كانت حكاوي سقراط. لو عجبك الكلام دوس لايك واشترك في القناه وتعالى نضحك سوا في الحلقه الجايه. سلام.